إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات. سؤال بيطرح كتير جدا. طيب واحد خد حكم غيابي في محكمة الجنايات وهيعمل إعادة الإجراءات، عايزين نفهم يعني إيه إعادة الإجراءات. إعادة الإجراءات ده زي المعارضة في الجنح، بمعنى إن حضرتك لما بتعمل إعادة الإجراءات بتعيد الدعوة إلى ما كانت عليه قبل الحكم، ويتلغي الحكم الغيابي ونبدأ في محاكمة جديدة وتحديد جلسة. في أمرين: إذا تمت إعادة الإجراءات من الخارج، يعني المحكوم عليه غيابيا راح طواعية وعمل إعادة الإجراءات بنفسه أو بتوكيل خاص صادر بعد الحكم الغيابي للمحامي، طبقا للنيابة بيبقى مكتوب فيها رقم القضية الجزئي والرقم الكلي والحاجات اللي تطلبها النيابة العامة في صيغة التوكيل. إذا تمت إعادة الإجراءات والمتهم مخلى سبيله خارج حدود المحكمة وقسم الشرطة بيخلى سبيله، يعني بيروح إعادة الإجراءات حتى لو في جناية محكوم فيها بالإعدام وراح بنفسه يعمل إعادة الإجراءات بيخلى سبيله. أما إذا قبض عليه وعمل إعادة الإجراءات من الداخل محبوس، يظل محبوس حتى يوم المحاكمة. في يوم المحاكمة يقضى له بالبراءة، خلاص انتهت الدعوة. إذا قضي عليه بالعقوبة أقل أو نفس العقوبة، لأنه لا يضر الطاعن بطعنه، يعني العقوبة لا تزيد في الطعون تحت مبدأ لا يضر الطاعن بطعنه، فإذا خد عقوبة بيستأنف خلال 40 يوم وتتعاد محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. دي إجراءات إعادة الإجراءات. شكرا.